السلام عليكم، اهلا بكم بحلقه من قناه يوسف الشمري. حلقه اليوم مثل ما قرأتوا بالعنوان وبصوره المقطع احداث غيرت مجرى التاريخ بكره القدم. بحلقه معكم عندنا 4 احداث غيرت هواي من تاريخ كره القدم. اول حدث عندنا هو انتقال كريستيانو رونالدو الى الدوري السعودي وتحديدا نادي النصر السعودي. كلنا نعرف قبل قدوم كريستيانو رونالدو اعتبر الدوري السعودي من اقوى الدوريات لما كان اقوى دوري عربي، وكانوا انديه الدوري السعودي يجيبون لاعبين عالميين على مستوى نقدر نقول ممتاز مثل تاليسكا وجوميز وغيرهم من النجوم. لكن بعد انتقال رونالدو الى النصر السعودي وبتاريخ 1/1/2023 فتغيرت نظره اللاعبين والمدربين والجمهور عن الدوري السعودي وتحديدا الفئه الاجنبيه والاوروبيه، وتحول من دوري جنون اللاعبين حتى يعتزلون او على مود الفلوس الى دوري يعتبر من اقوى الدوريات العالميه، وبانديه ممكن تنافس افضل الانديه الاوروبيه، وصار الدوري السعودي محط انظار افضل اللاعبين والمدربين. بعد انتقال رونالدو الى الدوري السعودي جت هواي نجوم بعده مثل بنزيما ونيمار ورياض محرز وماني وغيرهم من النجوم. هسه انتهينا من الحدث الاول، خلينا ننتقل للحدث الثاني. اما الحدث الثاني فهو طرد نجم المنتخب العراقي ايمن حسين في مباراه دور 16 مع المنتخب الاردني بكاس اسيا 2024. فبعد ما كان المنتخب العراقي مقدم مستوى تاريخي وتاهل بالعلامه الكامله الى دور 16 بالمركز الاول بعد ما انتصر على اليابان وفيتنام واندونيسيا، وتاهل الى دور 16 يلاقي المنتخب الاردني. فبعد هذا التاهل التاريخي ارتفع سقف الطموحات عند المنتخب العراقي، وكل العراقيين وكل العالم كان متوقع ان العراق راح يقدم نسخه قويه وممكن يفوز باللقب، لحد ما وصلنا الى دور 16 في مباراه مع المنتخب الاردني. قبل المباراه صارت مشاحنات قويه بين الجمهور الاردني والجمهور العراقي، وكل الاعلام مركز على هاي المباراه، فالمنتخبين كانوا يقدموا مستويات ممتازه في البطوله، فكان الجمهور هواي بيناتهم مشاحنات ومن ضمنها على موضوع الاكل مثل الدومه والمنسف. فبدات المباراه وقدر المنتخب الاردني يتقدم على المنتخب العراقي بالشوط الاول نتيجه 1-0. الهدف اللي سجله يزن عيمات واحتفى على طريقه الاكل. فبدا الشوط الثاني وبدا المنتخب العراقي بالهجوم والضغط على المنتخب الاردني لتسجيل هدف التعادل، وقدر المنتخب العراقي تعديل النتيجه عن طريق راسيه سعد ناطق، وبعد فتره زمنيه قليله سجل ايمن حسين هدف التقدم. فراح ايمن حسين واحتفل بالكثير من احتفالاته وبالاخير احتفى على طريقه الاكل ردا على هدف يزن عيمات واحتفاليته بعد الهدف. لكن قرر الحكم الاسترالي الايراني علي الرضا باشاره البطاقه الصفراء الثانيه لايمن حسين والبطاقه الحمراء من بعدها. فهذا القرار صار صدمه لكل مشجعي المنتخب العراقي، مو بس مشجعي المنتخب العراقي صدموا من هذا القرار، بل جميع العالم صدم من هذا القرار. واكبر صحفه عالميه حكت عن هذا الموضوع منها صحيفه الماركه، وظهر هواي حكى عن سبب طرد ايمن حسين. ابرز سببين هن السبب الاول انه اللاعب تاخر باحتفاليه، والسبب الثاني الحركه الاستفزازيه، واثنين الاسباب ضعيفه واعذار فاشله. وكل الصحف العالميه تكلمت عن الظلم تعرض له المنتخب العراقي بعد هذا الطرد، وبعد هذا الطرد المنتخب العراقي استقبل هدفين وطلع من البطوله. فلولا هذا الطرد كان المنتخب العراقي بنهائي كاس اسيا اذا ما كان هو بطل كاس اسيا. وهذا الحكي مو من عندي، على لسان اللاعب ايمن حسين. انت رحت احتفلت راسا ورجعت للملعب، كان شنو صار وراها؟ كان اخذنا البطوله صدق؟ ايوه. وايضا اللاعب قال باحد اللقاءات انه صدمه الطرد اقوى من صدمه وفاه ابوه. يمكن هاي شو اقول لك، الصدمه مالته يمكن اقوى من صدمه وفاه ابويا. فهسه خلينا ننتقل للحدث الثالث. اما الحدث الثالث فهو تصدي مارتينيز في نهائي كاس العالم 2022. في كاس العالم 2022 كان المنتخب الارجنتيني متالق ومقدم مستويات قويه، واحد الاسباب الرئيسيه اذا ما كان السبب الرئيسي في هذا التالق هو الحارس مارتينيز. تعالوا نشوف قصة المباراة النهائية وقصة هذا التصدي. فبدأت المباراة وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني 2-0 على المنتخب الفرنسي، واستمر هذا التقدم لحد دقيقة 80، فقدر كيليان مبابي يسجل الهدف الأول ثم الهدف الثاني وتروح المباراة على شوط إضافية، وفي دقيقة 108 يسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني وهدف التقدم على المنتخب الفرنسي، وبعد 10 دقائق سجل كيليان مبابي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي وصارت النتيجة 3-3. فانتهت ال 120 دقيقة وضاف الحكم 3 دقائق كوقت إضافي، وفي الدقيقة الثانية و40 ثانية تقدم المهاجم الفرنسي كولو مواني بانفراد بوجه الحارس مارتينيز، فسدد الكرة وتصدر الحارس الارجنتيني مارتينيز بالبراعه، فكانت على اخر فرصه بالمباراه وراحت بعدها المباراه ركلات جزاء. فاز المنتخب الارجنتيني بركلات الجزاء وفاز بكاس العالم. يعني لو هذا التصدي كان خسر المنتخب الارجنتيني كاس العالم، كان فازت به فرنسا للمره الثانيه على التوالي، كان 90% تنتهي مسيره ميسي بدون كاس عالم، كان هذا اخذ الكره الذهبيه بدال ميسي، وكان المنتخب الفرنسي صار عنده 3 بطولات كاس عالم. فكل هاي الاشياء كان صارت لو هذا التصدي. فهسه خلينا ننتقل للحدث الرابع والاخير. بعد فوز ريال مدريد بدوري ابطال سنه 2002 بهدف زيدان التاريخي، فصار الفريق عنده عقده بالوصول الى نهائي الابطال، فغاب الفريق عن نهائي دوري الابطال 12 سنه لحد ما وصل النهائي بسنه 2014 بقياده انشيلوتي، فكان خصم بالنهائي عنيد اتلتيكو مدريد. المباراه تعتبر جدا صعبه، فبدا النهائي وبدقيقه 36 سجل جودي الهدف الاول اتلتيكو مدريد، فاستمر تقدم اتلتيكو مدريد الى الدقيقه 92 يعني فوق الوقت الاصلي بدقيقتين، وباقي 3 دقائق وتنتهي المباراه. حصل ريال مدريد على ضربه ركنيه، فكان المنفذ هو لوكا مودريتش، فرفع عرضيه وارتقى المدافع الاسباني سيرخيو راموس وضرب كره راسيه وسجل هدف التعادل.
العادي، انتقلت المباراه لاشواط اضافيه، وسجل ريال مدريد 3 اهداف بالاشواط الاضافيه وفاز بالمباراه وبالنهائي، وحقق اللقب العاشر بتاريخه. وكلنا نعرف شنو صار ورا هذا اللقب، فريال مدريد من 2014 ل 2024 يعني 10 سنوات حقق 5 دوري ابطال، تحولت من بطوله معقده على ريال مدريد الى بطوله مفضله، فهذا اللقب وهي رئيسيه غيرت مجرى تاريخ كره القدم وريال مدريد. بس يعني حلقتنا 4 احداث غيرت مجرى التاريخ. كان معكم يوسف او يوسف الشمري، ومع السلامه.